مباشر ديال 100,000 درهم لكل اقتناء سكن رئيسي، تنأكد سكن رئيسي اللي الثمن ديالو ما تيتجاوز 300,000 درهم، ماشي اللي الثمن ديالو 300,000 درهم، اللي ما تيتجاوز 300,000 درهم، أي 300,000 درهم أو أقل. كذلك وهذا الجديد في هذا البرنامج هو كاين واحد الدعم مباشر للطبقة الاجتماعية المتوسطة بوغ لا كلاس موين، هذا ما كانش عرض هذا. والبرنامج السابق بين لنا بأن كان نقص، وبأن مجموعة الناس كانوا مستعدين يقتنوا في السكن ديالهم، ولكن العرض ديال 250,000 درهم ما تيتجاوبش مع الانتظارات ديالهم. كاين دعم مباشر تاع 70,000 درهم لاقتناء سكن رئيسي واللي الثمن ما بين 300,000 درهم و 700,000 درهم. من هم المستفيدين؟ أي مغربي أو مغربية مقيمة في المغرب أو خارج أرض المغرب اللي ما متملكاش، واللي هاد المغربي ولا هاد المغربية ما عمرهم استفدوا من شي دعم ديال الدولة فيما يخص السكن. خاص هاد السكن الرئيسي يبقى سكن رئيسي على الأقل 5 سنوات، وخاص هاد السكن يكون عنده رخصة سكن بيرمي دابيتي ابتداء من فاتح يناير 2023. كيف غادي ندبروا هذا البرنامج؟ غادي ندبروه من خلال منصة رقمية اللي غادي تبسط جميع الإجراءات للمواطنين. كان الهدف ديالنا هو هذا المواطن يجي ويلقى واحد المنصة رقمية ونخفوا عليه داكشي ديال قوة الوثائق وقوة سير واجل الإدارة، ومن خلال هذه المنصة غادي يمكن نواكبوا معاه العملية تيقبت الرسم العقاري ديالو إن شاء الله. وكذلك منصة رقمية لأن بغينا نضمنوا الشفافية تاع العملية. أول واحد تسجل هو أول واحد غيستافد. التراتبية غادي تجي بالتسجيل وبالطلب اللي غادي توضع في هذه المنصة. ولكن عرفنا حنا بأن ماشي جميع المغاربة عندهم سهولة باش ينخرطوا في عملية رقمية، فلذلك احنا تنشتغلوا مع واحد المجموعة المؤسسات باش كذلك باش ما يوليش التسمصير في هذه المسألة، باش كذلك يكونوا مؤسسات اللي يمكن هذا المواطن يتوجه لها ويعمروا ليه هذا الطلب في المنصة ويواكبوا معاه العملية. هذا البرنامج فيه 5 سنوات إن شاء الله، وغادي ينطلق هذه السنة فاتح يناير 2024. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.